راح أتكلم معكم عن التشنجات الحرارية التي تعتبر شائعة جدا عند الأطفال. وأحيانا مع أننا كأطباء نقول إن التشنجات الحرارية شيء طبيعي، إلا إن بالنسبة للأهل خصوصا الأمهات والآباء في العائلات الصغيرة هالأيئم يكون الموضوع مقلق. ممكن تكون مجرد تقلب بسيط في العين أو تشنجات عضلية أو حركات متكررة لا إرادية. ولو صار هالشي مع طفلك بدون أي مشاكل ثانية وبدون تأخر في النمو، ما في داعي للقلق ولا تخافون. خلي الطفل في غرفة جيدة التهوية وبعدين. لو كان الطفل لابس ملابس ضيقة شيلها عنه وشوف، خلال كم دقيقة كل شيء بيرجع طبيعي. ما في داعي لأي دواء ثاني. المشكلة الوحيدة بتكون إذا صارت التشنجات بدون حرارة عند هالأطفال اللي عندهم تاريخ تشنجات مع حرارة بشكل متكرر. في هالحالة ممكن يحتاجون فحوصات إضافية مع تخطيط الدماغ والأملاح والكالسيوم والتصوير، وأحيانا حتى الفحوصات الجينية، لأن بعض الحالات الوراثية ممكن تتصرف بها الطريقة. متى لازم نقلق؟ متى لازم نكون حذرين؟ لو كان طفلك يعاني من تشنجات في جهة واحدة من الجسم وتكررت التشنجات مع الحرارة في نفس الجهة وبعدها صار عنده ضعف في اليدين أو الرجلين أو تغير في الوعي لفترة طويلة، هنا لازم تقلق. فلازم دائما تحط هالشي في بالك إذا كان طفلك يعاني من حرارة مع تشنجات. عادة ما يحتاج الطفل لأدوية. ما ننصح بأدوية طويلة المدى. إحنا نعطي أحيانا حبة كلوبازم وقت الحمى مع التشنجات أو في الفترة اللي ممكن يصير فيها نوبة ثانية، بس غالبا هالأدوية حتى في الخارج ما يعطونها. لاحظنا إن هالأدوية تستخدم غالبا في شبه القارة الهندية. حتى الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة ممكن يسبب تشنجات. لا تخافوا ولا ترتبكوا، خلي الأمور تمشي على طبيعتها، الموضوع بيهدأ بنفسه. راجع طبيب الأطفال أو طبيب الأعصاب بعد التشنج.